سألتوني كتير على وصفة الحلقة وقلت أعملها لكم كده بطريقة سهلة وواضحة عشان تشوفوها وتعملوها وتقولوا لي رأيكم. بجد وصفة حلوة جدا وطعمها مختلف تماما عن أي فراخ تاكلوها قبل كده. يلا بينا نشوف الطريقة. أول حاجة كده طبعا والأهم إن احنا هنجيب فرخة ونخليها. عايزة تشيلي بقى الوقت ده كله خالص، هتقولي للفرارجي اللي انت بتتعاملي معاه اللي بتشتري منه الفراخ ان هو يخليلك فرخة بالشكل اللي انا بعمله ده. انا بحاول هنا على قد ما اقدر ان انا اوريكم ازاي بخلي الفرخة. طبعا بنشيل الجناحات اول حاجة، وبشيل برضو السلسلة بتاعتها، وبعد كده بستخدم هنا المقص هيسهل عليكي كتير، اسهل من السكينة بالنسبة يعني لستات البيوت. هتقدري ان انت تشيلي كده اللحم من العظم بالشكل سهل جدا. شايفين؟ وهنا ابتديت ان انا اخلي الوراك، وبعد كده هدخل على الصدور. اي عضمايه اي حاجه فيها كده بالشكل ده تبقى صعبه في الاكل هبتدي ان انا اشيلها. وطبعا القراقيش اللي بتبقى موجوده برضو هنشيلها. الطريقه سهله جدا، وزي ما قلتلك واحده واحده هتتعودي وهتقدري ان انتي تخلي الفراخ لوحدك. شيل بقى عظمه الصدر بالشكل ده كده. خلاص خليت الفرخة بتاعتي، هبتدي ان انا اشيل الفصين بتوع الصدر دول بس اللي انا هحتاجهم في الحشوة بتاعتنا. الوصفة دي حلوة جدا، وغير كده قلتلكم ان هي حلوة قوي في العزومات. وغير كده بقى كمان يعني بصراحة في الحلقة كانت عجبتهم جدا، وكلهم قالوا هيجربوها ويعتمدوا الوصفة دي. فهنا بقى قسمت الفرخة بتاعتي نصين، وجبت الجزء الاولاني، وطبعا هحافظ على الجلدة اللي في ظهر الفرخة. هبتدي ان انا اعملها كده بالمدقة عشان افتح المسام اللي فيها بالشكل ده. ولما اجي بقى احضر التتبيلة تدخل في المسام كده بمنتهى السهولة، وما تقعدش وقت طويل، يعني ممكن ساعة ساعتين تبدأي بقى تحشي الحشوة بتاعتك. التتبيلة بتاعتنا عبارة عن ربع كوباية من عصير الليمون، نص كوباية من الصلصة، ومعلقتين كبار من الهريسة الحارة، ومعلقة كبيرة من المستردة، فلفل اسود وملح وجنزبيل وتوم بودرة وبصل بودرة وبهارات فراخ. كل ده هنحطهم كده على الخليط، وهبتدي انزل بالفرخة بتاعتي اللي انا خليتها بالشكل ده، اغرقها كده من التتبيلة. هسيبها بقى ساعة ساعتين زي ما تحبوا، وهي هتشرب التتبيلة بمنتهى السهولة. جبت هنا فصين اللي انا قطعتهم من الفرخة، وكمان كام فص كده من الثوم، وهفرمهم مع بعض بالشكل ده. دي كده الحشوة بتاعتنا. هضيف لها بس شوية اضافات. عندي هنا بصلة كبيرة مبشورة، وكمان جزرة كبيرة برضو مبشورة بالشكل ده، وهضيف بس فلفل اسود معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة من الملح. هخلط بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. ريحة التتبيلة اصلا كمان يعني فظيعة، يعني حلوة جدا. جبت بقى هنا الفراخ بتاعتي بعد ما اتشربت كده التتبيلة. شايفين؟ هجيب بقى القالب اللي انا هشتغل فيه، هدهنه زبدة. القالب دوت اللي بنعمله برضو في الماربل كيك، حلو قوي وهيديني شكل مميز قوي للفراخ. ابتديت هنا احط جزء من الفرخة بالشكل ده، وطبعا الجلد من تحت. هنبتدي بقى نحط الحشوة بتاعتنا. بعد كده هحط الوش التاني بتاع الفرخة بالشكل ده، واخلي الجلد هو اللي فوق بالطريقة دي. بجد الوصفة ديت حلوة قوي، وانا اتعلمتها من شيف بصراحة، يعني هو اللي قال لي عليها، وبجد خطيرة. عجبتني جدا، وابتديت ان انا انفذها وعجبت الاولاد، وطعمها بجد مميز. غلفتها كده بالورق الفويل، وطبعا ورق الزبدة قبلها، وحطيتها في صينية، وهبتدي ان انا اضيف على الصينية ديت مية مغلية. هي هنا بقى الفرخة هتستوي عن طريق بخار المية اللي تحتها بالظبط. ابتديت بقى اشيل الورق وحمرتها كده بالشكل ده، وطبعا هديها تحميرة كمان من تحت، وهتطلع معايا بالجمال ده كله. شايفين؟ هبتدي اقدمها بالطريقة دي. وطريقة التقديم على حسب ذوقكم وعلى حسب ما ترتاحوا. عايزين تعملوا جنبها رز ابيض براحتكم. هنا عملت جنبها شوية بطاطس بوريه، والاكلة دي صحية جدا، ممكن كمان تنفع لاصحاب الدايت. بجد طعمها مميز. البطاطس برضو هبقى انزل لكم الوصفة بتاعتها، سهلة جدا. وصفة على طريقة المطاعم. حطيت على الوش هنا صويا صوص وشوية رمان كده على الوش. خطيرة بجد، ياريت تجربوها وقولوا لي رأيكم.